كما كيعرف الجميع فاحنا ضمننا التأهل بشكل رسمي. تبقى المقابلة الأخرى في دور المجموعات، فغادي ناخذوها بواحد الجدية إن شاء الله باش نحققوا إن شاء الله الفوز ونسير شوية يكون الجمهور ديالنا غدا إن شاء الله. كما كتعرف الأجواء ديال رمضان، جميع الجماهير الرجاوي كيبغيو يجيو يتفرجوا ويشوفوا فرقاتهم يعني في واحد المستوى اللي هو كبير. واخا حنا ضمننا التأهل وكان ندخلوا بواحد الجدية، غادي نقدموا واحد المقابلة اللي غتكون في المستوى واللي غتفرح الجمهور ديالنا، واللي غادي تعطينا بالفعل واحد الدفعة معنوية للمباراة الجاية ديال الديربي إن شاء الله. ورا المباراة فاحنا مكونسونطرين دابا على المباراة ديال غدا إن شاء الله. ان شاء الله نحققوا فيها واحد النتيجه ايجابيه كما قلت لك لا تفرح الجمهور الرجاوي. وان شاء الله من بعد ورا سيمبا ان شاء الله نفكروا في المباراه ديال الديربي، المباراه اللي غادي يكون عندها واحد طعم خاص ان شاء الله. ان شاء الله نبريباري ولا ان شاء الله مزيان باش نحققوا فيها ان شاء الله النتيجه. كنت صرحت قبل في واحد التصريح، فانا قلت راه هذه فرصه ما كتعوضش. هذه الفرصه اللي عندنا هذه السنه ان شاء الله باش نتقاتلوا على الشامبيونز ليغ، باش نحققوا اللقب ان شاء الله هذه السنه للجمهور ديالنا. كما كتعرف الجمهور الدراجه يعني كل عام كيطالب بالشامبيونز ليغ، فهذه هي الفرصه اللي عندنا هذه ان شاء الله هذه السنه غنتقاتلوا عليها. جميع اللاعبين يعني كيديروا واحد المجهود اللي هو كبير الصراحه. الدراري يعني عندهم واحد الرغبه كبيره باش يفوزوا بهذا اللقب هذا، وراه اهم حاجه عندنا هو نفرحوا الجمهور ديالنا. هذا هو الاهم عندنا ان شاء الله تسهل. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو وديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سوم تيفي، وما تنساش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.